كرفان 2015 جديد أمريكي. عندنا مطبخ خارجي عبارة عن فرن ومغسلة صغيرة وثلاجة. طبعا سهل الاستخدام، وهذا الأمان مع فياش كهرباء جانبية، وعندنا هنا قطاعة جانبية برضو. عندنا هنا سلمكم الله مظلة جانبية بطول 4 إلى 5 متر، أفياش كهرب وسماعات خارجية وإضاءة. عندنا هنا سلمكم الله في الأمام تخزين، وحدة تخزين من هنا إلى الناحية الأخرى مع الإضاءة، مزود بالإضاءة جانبية برضو. وفي الأمام اللي هو مكان وضع الأسطوانات والبطارية. ننتقل إلى الداخل. عندنا بالداخل هنا سرير أمامي مع تخزين أسفل السرير برضو، وحدة التخزين مع تهوية، مزود بتهوية جميلة جدا مع مروحة إذا حبيت تستغني عن المكيف، وهذه حق المكيف. وعندنا الباب هذا ما كان موجود في الكرفانات الأولى، كانت ستائر. عندنا هنا برضو شاشة تقدر تحولها إلى السرير الأمامي أو الصالة، مع الإضاءة مع وحدات تخزين علوية وسفلية مع أفياش برضو كهرباء. ننتقل إلى الصالة اللي عبارة عن شاشة، وحدة تخزين علوية، والمسجل عبارة عن CD DVD USB. عندنا الكنبة الجانبية هذه تتحول إلى برضو إلى سرير بطريقة سهلة جدا، بالطريقة هذه تصبح سرير. وهذه برضو طريقتها سهلة برضو. عندنا هنا طاولة الطعام تتحول إلى سرير برضو، ووحدة تخزين جانبية. عندنا بالخلف هنا 4 أسرة مع شاشة، مع إمكانية تحويل واحد منها إلى طاولة طعام اللي هو هذه. تقدر ترفع هذا بالشكل هذا، هذا السرير تقدر ترفع بالشكل هذا إذا بغيت تستخدم طاولة الطعام تثبتها بالطريقة هذه، مع الإضاءة مع وحدات تخزين مع المكيف. والباب برضو ما كان موجود، كان فيه برضو ستائر. عندنا هنا سلمكم الله دورة المياه مزودة بشاور وكرسي ومروحة الشفط ومغسلة صغيرة وأفياش كهرب ووحدة تخزين علوية وسفلية. عندنا سلمكم الله وحدة تحكم في المكيف كامل حار بارد. طبعا المكيف مركزي موزع على جميع الكرفان. عندنا هذه الثلاجة تشتغل بالغاز والكهرب، فريزر. هذا الميكروويف بالشفاط. عندنا فرن برضو هنا صغير مع المغسلة، هذه مغسلة صغيرة مع الإضاءة مع وحدات تخزين علوية سفلية وأفياش كهرباء. ننتقل إلى وحدة التحكم في الكرفان كامل اللي هو الغرفة الجانبية التوسعة الكترونيك من هنا بالزر هذا، وهذا حق المظلة الجانبية الكترونيك. وعندنا هنا تسخين الماء بالغاز والكهرباء، وهذه للإضاءة الداخلية. هذا الأريل بالطريقة هذه، طبعا منول التلفزيون الأرضي طبعا، أما الدش تسليكاته من الخارج. هذا اللي طلع غرفة التوسعة الكترونيك، إذا بدك تمشي طبعا تدخلها جوا. وهذا مكان الكهرب تزويد الماء من هنا، وهذا حق الأريل طبعا حق الدش قصدي. هذا هو الكرفان كامل من الخارج. طبعا السيارات اللي تسحبه الجموس الفوردات الجيوب، أي سيارة عائلية تسحب